لو هتتكلم على سمارت ووتش عايز حاجه شيك تلبسها شيك فعلا، فانا ارشح لك الساعه الشيك دي. لو بتتكلم على الشياكه، طبعا انا كان بالنسبه لي اشيك حاجه وافخم حاجه كنت بستخدمها الساعات الواوي، عشان بقى جلد وبراون وبتاع، شكلها كده كلاسيك والسبورتس منها. لكن لما جت الساعه دي انا غيرت رايي، وهي الساعه السي ام اس باي ناثينج البرو 2. بص الساعه بقى، بص الماتيريال، بص يا جماعه الناس دي صارفه والله في الماتيريال، هم مش صارفين في حاجه تاني، يعني جوه مش صارفين في حاجه، هم صارفين في الماتيريال بس. لكن هنتكلم بقى على المواصفات والشكل والتصميم ومحتويات العلبه. دي العلبه الجميله بتيجي بضمان سنه من رايا. محتويات العلبه معاش حاجه غير كابل الشحن، وطبعا دي ساعه مش هيبقى معاها اي حاجه تانية غير كده يعني. كابل الشحن بتاع الساعه بتيجي بالشحن اللي هو 2 بن من ورا، ده اللي هو بيبقى 2 بن. انا عامه الشواحن دي يعني بتقفل منها في كل، هي موجوده في كل الساعات ما عدا الساعات السامسونج والواوي، بيجي معاها اللي هي الايه المدوره دي البيضه، مش عارف في منها هنا ولا لا. تيجي اللي هي القطعه البيضه دي اللي تحط عليها الساعه وايرلس. انا بحب يعني الشواحن دي، لكن ده مش هتبقى نقطه تؤخذ عليها، لان السوق كله ماشي بالشواحن اللي هي 2 بن اللي فيها فتحتين من هنا دي، وبيشحن كده اللي هي الماجنتيك، فماشي تمام. الشكل والتصميم، الساعه بتيجي الومنيوم تمام. استراب السيليكون ستراب بتاعها ماتيريال فخمه جدا جدا. انا في حياتي ما استخدمتش ماتيريال بتاعه استراب بالشياكه دي والنعومه بتاعتها دي، والعلامات بتاعه ناثينج تمام. اللوجو هنا، ومن جوه هنا كاتب لك سي ام اف باي ناثينج، شكلها حلو قوي، وحفر ناثينج هنا، والفونت اللي كاتبين بيه حلو. يعني في فونت كده بيبقى مكتوب شكل مستفز، في بعض البراندات بتنزل اسمها على المنتج يخليك مش عايز تستخدمه. انا بعمل لك براندنج، انا ماشي كده لوحه اعلانات ليك، لكن ده بص الفونت بتاعها خفيف ما يبانش، يعني انت ما تحسش بيه غير لو انت ركزت قوي هتلاقي فعلا ده مكتوب سي ام اف باي ناثينج، بس الفونت شكله حلو، لون الخط او حجم الخط حلو، فكويس جدا ولايق عليها. الساعه بتيجي من الالومنيوم فمضاده للصدمات شويه، الظهر بتاعها بلاستيك، بس بقى في حاجه حلوه جدا، عندك البتاع الفريم ده انت ممكن تفكه كده، هو صعب شويه في الفك. بص للامانه انا مش عارف افكها، يعني ممكن يكون دخل فيها تراب او حاجه عشان بستخدمها بقالي اسبوع عشان اطلع اعمل ريفيو، بس هي كانت بتفك معايا، معرفش برضو تؤخذ عليها. يعني انا بديك تجربه مستخدم عادي، يعني مش لازم بقى عشان بعمل فيديو فافضل احاول افتح لحد ما افتحها اقول لك بص بتتفتح عشان اثبت لك ان هي كويسه. انا بديك تجربه مستخدم، لو انت استخدمتها ما انت ممكن يحصل معاك نفس الموقف. انا مش قادر افتحها، مش عارف، يعني بحاول الف الوش ده كده مش عارف افتحه، فمعرفش ده يبقى عيب قدام او لا، ممكن مع الاستخدام مش فيش، يعني هو مفيش خالص تمام. بس هي لحد ما شكلها حلو، والفريم ده لما بيتغير الاكسسوارز بتاعته برده مش اشيك حاجه، فتمام هنعديها. بيجي بشاشه امولود 1/32 انش، فبيديك برده حجم شاشه حلو جدا. اللي عاجبني فيها حاجه تانية بقى، ان هي بتيجي 620 نيتس، سطوع الوان بتاعها في الشمس مشبع الوان، بقدر اشوف كل حاجه، ما عنديش مشكله خالص ان عشان في الشمس فالالوان لا مع انها 620 نيتس بس بتديني سطوع الوان محترم. والبرايتنس بتاعها او السطوع بتاعها تلقائي، يعني انت مجرد ما بتلبس الساعه وبتنزل عادي في الشمس الاضاءه بتعلى لوحدها. هتقول لي ايه اللي بهرك فيها غير الشكل بتاعها واللوجو والكلام المكتوب ده؟ ما فيهاش لاج، بس هو عيب وميزه، ما فيهاش لاج، فدي ميزه مش موجوده في اغلب الساعات غير الساعات الغاليه يعني او الهاي اند. طيب ايه العيب بقى؟ ان هو عامل مفيش لاج علشان هو اصلا السوفت وير بتاعها ضعيف فقير. يعني بص الساعه مثلا، انا بص الكراون انت بتحس بذبذبه كل حاجه انت بتعملها لما بتيجي تتحرك من الكراون كده. الكراون بالمناسبه شكله حلو قوي، فيه نقطه حمراء كده مدياله شياكه يعني. بص تمام، مفيش لاج اهو، مفيش لاج، بس ما هو فقير، هو السوفت وير بتاعها فقير، الكلام بيجي مكتوب عليها كده بخط خط بتاعها حلو، لكن هي فقيره. طيب الويدجز بتاعتها عندك 4 شاشات بتغيرهم من خلال الابلكيشن تمام. ادي اهو، ادي الساعه، ادي عد معايا، ادي 1 2 3 4، ارجع تاني. طب انا عايز اغير واحده من الويدجز دي، بتخش على الابلكيشن وتختار، انا عايز اخلي مثلا الهيلث مانيتور والستبس، واخلي مثلا الكالوريز، واخلي الميوزك ميديا، واخلي مثلا الكولز والكونتاكت والكيبورد تمام. عايز بقى تحط حاجه زياده، لا شيل واحده من الويدجز دي وغيرها وحط واحده بدلها. فعشان كده بقول لك السوفت وير فقير، ممكن ده يتعدل قدام، وارد يعني، ممكن في المودلز اللي جايه بعد كده. فيها طبعا كل حاجه، يعني بص الساعه فيها ايه يا سيدي؟ الاكسرسايز، فيها التمارين الرياضيه، فيها اكتر من 120 مود رياضي، عندك الريكورد بتاعها، عندك بيقيس الهارت ريت ونسبه الاكسجين في الدم والاكتيفيتي سكور والاكتيفيتي عموما والنوم والاسترس، وطبعا السايكل فيميل لو بنت بتستخدمها، والورلد كلوك
والتذكره والمكالمات، ممكن تعمل مكالمات دايركت من الساعه، تمام. او لو انت مسجل ارقام برضو على الساعه مفيش مشكله، هتقدر تعمل منها مكالمات وتشوف المكالمات وترد عليها من الساعه. المزيكا، تتحكم في الكاميرا من خلال الساعه. الطقس، التنفس، فويس اسيست، تدعم الفويس اسيست، ممكن تديها اوامر صوتيه. بص انا الحاجات دي كلها موجوده في اغلب الساعات، انا بقولها لك عشان ناثينج او الساعه السي ام اف جديده، احنا اول مره نعمل ريفيو عليها، يعني دي اول سيريس، دي اول موديل اعمل عليه ريفيو، تمام. فيها برضو يا سيدي تايمر، الارم، آلة حاسبة، كالندر، التاريخ، فلاش. يعني بص تعمل كده الفلاش بيجي بكذا لون وبكذا شكل وبكذا سايز، جميل جدا. بس هيخرجني بره خالص، ده برضو يعني عقم في السوفت وير. واتش فيسز بقى كتير قوي، واتش فيسز كتير وشيك، شكلها حلو قوي. الابلكيشن الى حد ما برضو يعني تحس ان هو ديجيتال شويه، يعني عارف تحس الارقام مكتوبه زي ارقام الآلة الحاسبة كده. بس ده الساعه، يعني الساعه عباره عن ايه؟ انت الويدجز الاربعه ودوس دوسه واحده هيظهر لك كل المنيو دي، اختار منها اللي انت عايزه، بس كده خلاص هي دي الساعه، شكرا. هتسحب من فوق هيديك بقى ان انت ايه الالاون ديسبلاي، البطاريه، الباور سيفنج، البرايتنس، مش عارف ايه الكلام ده كله، والسيتنج، واسحب من تحت يجيب لك ستارت الاشعارات. بس خلاص كده الساعه خلصت. طيب بعيدا ان هي بتقيس التوتر والتنفس والكلام ده كله، بالنسبه للرياضه قلنا فيها 120 مود رياضي وفيها جي بي اس، فهتديك تقارير رياضيه ممتازه وهايله ومظبوطه. البطاريه بتاعتها 305 وده رقم مش مفهوم، يعني ولا 320 مثلا ولا 300، لا 305 ملي امبير، تقعد معاك من 9 ل 11 يوم. طيب البطاريه مش احسن حاجه، لا يعني مقبوله، تاخد 70% مثلا او 7 من 10. طب لو عايز اخليها ستاندرد بيزك تبقى ساعه ديجيتال عادي، تقعد معاك لحد 45 يوم، ودي عملوها قبلهم كوسبيت، الساعه اللي هي الراجت اللي هي كانت ضخمه دي اللي كنا حاطينها في التلج في الفيديو وبنطلعها من التلج، كان هي دي كانت بتقعد لحد 45 يوم برضو. بس ده لو في حاله انت مش هتستخدم اي فيتشرز عليها، هتبقى ساعه بس، هتقعد معاك 45 يوم عشان الكلام يبقى واضح، مش هتقفل حاجه وتسيبها، انت هتقفلها خالص، تبقى مجرد ساعه ديجيتال تقعد معاك البطاريه 45 يوم. بتدعم الردود السريعه، ولكن يؤخذ عليها ان هي لو ده ايفون بتستخدمها مع ايفون مفيش ردود سريعه ولا ردود بطيئه، مش هينفع ترد على الردود السريعه على الايفون. بتيجي مقاومه للميه ورذاذ الميه بمعيار اي بي 68، فمعيار عالي اقدر استخدمها في الوضوء، انزل بيها حمام سباحه ميه عذبه، تمام، يجي على رذاذ ميه انا باخد بيها شاور عادي وبتوضى بيها عادي، الساعه ممتازه في الحته دي. طبعا الابلكيشن فيه شويه لعب كده، انا حتى وانا بشرح بحاول اوريك الابلكيشن فيه شويه لعب عشان ما بقاش حجم الفيديو قد كده اشرح لك الابلكيشن لوحده واشرح لك مواصفات الساعه لوحدها، لا انا هحط لك الاثنين مع بعض، تبقى انت شايف ايه، شايف كل حاجه كده ايه في الساعه على طول. شرح مختصر وسريع للساعه سي ام اف باي ناثينج البرو 2. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واكتب لنا في الكومنت عايز تراجع ايه تاني من موديلات سي ام اف، او لو انت في منتجات معينه عايز تراجعها عرفنا برضو. الى اللقاء.